الرز المعمر الفلاحي معايا النهاردة بوش كريمي وخطير جدا، وعامل معايا طبقة مميزة جدا، حاجة كده من الآخر اللهم بارك. هنعرف بقى ايه هي أسرار الرز ازاي يستوي معاكي كويس جدا، وازاي هو المقدار المظبوط للصينيتين اللي حضراتكم كده شايفينهم معايا. هنعملهم مع بعض بس مع تركاية بسيطة كده بتخلي الوش لونه ذهبي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. الصينيتين التسوية ممتازة جدا وطعمه خطير. هنعرف بقى كل الكلام ده عندنا في الفيديو، بس الأول صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندي هنا كيلو رز غسلاه ونقعته لمدة 3 ساعات يا جماعة، لازم تحطيه في المية لمدة 3 ساعات. أهمية تخمير الرز معايا إن هو بيستوي بسرعة، وفي نفس الوقت بيشيل أي شوائب معاكي في الرز انتي مش شايفاها. التخمير يا جماعة لأي رز معاكي حتى لو انتي عايزة تعمليه بالشعرية هيبقى مميز جدا، لازم تخمري الرز معاكي كويس جدا ما شاء الله. ودي بقى أهم خطوة معايا النهاردة لرز النهاردة المعمر، خطيرة ومميزة. دلوقتي بقى أنا فردت عندي الرز كده في الصينيتين، وزعت الكيلو معايا على الصينيتين ما شاء الله. بعد كده بقى بجيب إيه عندي بقى السمنة اللي حضراتكم كده شايفينها، أوزع عندي كده كل صينية كده 3 معالق من السمنة الكبار معايا بالشكل ده ما شاء الله. وأهم خطوة معايا إن أنا حطيت السمنة لازم أخلطها كويس جدا مع الرز. شايفين يا جماعة دي بتدي تطعيمة مميزة جدا عندك للرز المعمر، ومهما تاكلي منه عمرك ما هتشبعي من جماله ولا حلاوته ولا كلتيه قبل كده عندي حد ما شاء الله. شايفين بقى دي خطوة مهمة جدا، الفيديو ده فعلا ليكي يا ست الكل لأن خطواته مظبوطة جدا، وأتمنى أن حضراتكم تطولوا معايا لآخر الفيديو ما شاء الله. هنا بقى تعالي عندي هنا 2 كيلو من اللبن الحليب ده يا جماعة لبن افرش ما شاء الله. بحط عندي 1.5 كوباية من السكر على 2 كيلو، حبة تزودي حبة تقللي السكر ده طبعا حسب الرغبة معاكي. أوزعه عندي بالشكل ده اللهم بارك. ادي ادوق عندي بقى كده ايه السكر معايا، وبعد كده هزود عندي مقدار معلقة كبيرة بس ما شاء الله. يبقى كده خطوة السكر تمام جدا معايا. بروح بقى مزودة عندي كمان معلقة كبيرة من السمنة معايا، دي سمنة عادية خالص يا جماعة مش سمنة بلدي خالص ما شاء الله، بس طعمها مميز جدا. هنا بقى قلبت عندي السكر كده مع السمنة كده، بس لسه باقي فيه خطوات اللي هي بقى بتعلي التست جدا. عندي هنا بقى 3 باكت من الفانيليا البودر هحطهم معايا، شايفين حضراتكم ادي تاني كيس معايا، وبعد كده هحط عندي التالت بالشكل كده، وبعد كده هقلبهم تاني معايا اللهم بارك. لازم أدوب كل المكونات كده عندي على البارد ما شاء الله. شايفين حضراتكم الريحة بجد تجنن والله بجد، إن الصينيتين دول يا جماعة الرز المعمر وهو في الفرن بيستوي ريحته خطيرة ملهاش حل بجد ما شاء الله. قلبتهم كويس معايا. تعالوا بقى ما نشوف عندنا البطل بتاعنا النهاردة. كاستر الفانيليا معايا النهاردة هو الحكاية، بيخلي بقى ايه طعم الرز المعمر معاكي خطير جدا، وبجد بيعلي التست جدا معاكي اللهم بارك. ولو مش متوفر استغني عنه تماما مفيش اي مشكلة خالص هتقف قدامنا اللهم بارك. هنا بقى بحط عندي 2 معلقة كبار من الكاستر معايا بالشكل ده ادي، وبعد كده بدوب عندي بقى كل المقادير معايا بمضرب السلك معايا، لازم اخلطهم كويس جدا واتاكد ان الكاستر معايا داب معايا في اللبن ما شاء الله. بجد ريحة اللبن معاكي هتبقى خطيرة جدا اللهم بارك. طبعا الفرن بتاعي سخن جدا، مسخناه على درجة حرارة 180 بيبقى معاكي مميز جدا. هنا بقى قلبت عندي الكاستر كويس جدا مع اللبن ما شاء الله، وبعد كده عندي بجيب نص كوباية صغيرة من جوز الهند يا جماعة، بوزعها عندي على الصينيتين بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي اللهم بارك. ادي شايفين حضراتكم الخطوات قدام حضراتكم بكل سهولة جدا وموفر جدا اللهم بارك. ويا ريت تقولوا لي لو بتحبوا الرز الحادق معاكم المعمر الحادق هنعمله مع بعض بإذن الله. وكمان بقى النهاردة أحلى رز حلو معايا خطير جدا اللهم بارك. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات فيه بكل خطوة زي ما حضراتكم كده شايفين معايا في الفيديو. قلبت بقى كل كده مكونات مع بعض كده بالشكل ده، جوز الهند مع الرز
الرز الأول، وبعد كده نزلت عندي باللبن معايا، اللهم بارك. ادي الخطوات مظبوطة جدا. وبعد كده بقى بمسح عندي جناب الصينية يا جماعة، لازم من الخطوة دي علشان مش تتحروق مننا في الفرن، بيبقى شكلها مش ظريف خالص. قلبت بقى عندي كل الرز كده باللبن معايا، اللهم بارك. قبل بقى ما ندخله الفرن يا جماعة، هحط عندي معلقة كبيرة من السمنة على وش الصينية بالشكل ده، وادي كمان الصينية التانية بحط عندي معلقة كبيرة الرز المعمر، يعني سمنة. دي سمنة يا جماعة نوعها روابي معايا، خطيرة جدا وطعمها مميز، اللهم بارك. هنا بقى هجيب منديل عندي وامسح احراف الصينية بالشكل ده، لازم تمسحيها معاكي كويس جدا علشان مش تتحرق معاكي في الفرن وتبقى مميزة. وده بقى مقدار اللبن معايا، لكل صينية كيلو لبن ونص كيلو من الرز المنقوع، ما شاء الله. والخطوات مظبوطة معايا جدا. دلوقتي بقى دخلته عندي في الفرن معايا، هيستوي وهيبقى خطير، اللهم بارك. وبعد بقى ما طلع معايا بالشكل ده، دي أول صينية، وادي بقى الصينيتين استووا مع بعض بالجمال ده والحلاوة. وشايفين الطبقة يا جماعة، اللهم بارك، عملت معايا طبقة بدون بقى قشطة ولا أي حاجة خالص، ما شاء الله. والطبقة متماسكة جدا، اللهم بارك. شايفين اللون الذهبي، حاجة كده من الآخر، وتكفي ريحتها بجد، جايبة لآخر الشارع معايا، خطيرة جدا وطعمها مميز، وحاجة كده تحفة ما شاء الله. شايفين الرز معايا، شايفين يا جماعة، ملاحظين الطبقة معايا، اللهم بارك، عامل معايا طبقة مميزة جدا ما شاء الله، بألف هنا وشفا. أتمنى إن انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات، ويا رب كده بالهنا والشفا. ويا ريت حضراتكم يعني أتمنى من حضراتكم إن حضراتكم تستمروا في الفيديو، لأن بجد فيه معلومات مهمة جدا، ويا رب يقدرني كده ويعلمنا مما جهلنا، اللهم أمين، ويجعلنا من أحباب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.